تصريح خطير من مدرب بوركينا فاسو يفاجئ المنتخب الجزائري بعد تعادله مع بوركينا فاسو. يفجر مفاجأة كبرى تخص الجزائر ويصدم الملايين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو كنت من محبي المنتخب الجزائري اضغط لايك لهذا الفيديو، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل المنتخب الجزائري مع منتخب بوركينا فاسو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس إفريقيا بالكوت ديفوار، ليصبح المنتخب الجزائري في جعبته نقطتين ليبقى على أمل التأهل إلى الدور الثاني. فيكفي المنتخب الجزائري الفوز على موريتانيا بأية نتيجة، فقد دخل على خطه وصرخ مدرب بوركينا فاسو الفرنسي هوب فلوت، وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: أنا لا أصدق نفسي أننا تعادلنا مع المنتخب الجزائري الذي أراه من أفضل المنتخبات في هذه البطولة ومن ضمن المنتخبات المرشحة على هذا اللقب. فأنا حدثت جميع اللاعبين من خطورة الجزائريين، وخاصة في الجهة اليسرى التي يلعب فيها البلايلي. فأنا أعرف جميع اللاعبين الجزائريين بصفة أنني دربت كثيرا في الجزائر، ولدي ذكريات رائعة في هذا البلد الرائع. فنحن أصبحنا لدينا 4 نقاط بينما الجزائر نقطتين، ولكن الجزائر تملك حظوظا في يدها، يكفيها فقط الفوز على موريتانيا لكي تتأهل ثانيا في هذه المجموعة. وأعتقد أن المنتخب الجزائري قادر على الفوز على موريتانيا والتأهل إلى الدور القادم. وفي النهاية، شاركونا آراءكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.